السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في موضوع جديد، موضوع مهم كيرجع بقوة في هذه الأيام، وهو العلاقات المغربية المصرية ومحاولة التشويش عليها، وكيفاش المغرب كيتعامل مع هذا الأسلوب، وكيفاش المغرب كيبقى دائما محافظ على هذاك الهدوء الاستراتيجي ديالو. في كل مرة كيبان فيها شي تقارب ما بين المغرب وأي دولة عربية أو إفريقية أو دولية، كتخرج أصوات معروفة وكتبدا تبث الشك والتحريض والتشويش، وكأن المشكل اليوم ماشي في العلاقه نفسها، ولكن في كون المغرب كيقدر يفتح الابواب وكيحافظ على هذا التوازن وكيبني المصالح بلا صراخ وبلا استعراض. العلاقات ما بين المغرب ومصر ماشي علاقه طارئه وماشي مجرد صوره بروتوكوليه، بل هي علاقه عندها واحد العمق تاريخي سياسي حضاري. واليوم كاين توجه واضح باش هذه العلاقات ما تبقاش في مستوى المجاملات الدبلوماسية، ولكن تترجم إلى تعاون اقتصادي استثماري ومؤسساتي حقيقي. زيارة رئيس الحكومة المغربية مؤخرا إلى مصر واللقاءات اللي تمت بين الوزراء من الجانبين والاجتماعات اللي شاركت فيها عشرات القطاعات والمؤسسات كلها مؤشر كتقول بأن كاينة إرادة سياسية حقيقية باش هذه العلاقات المغربية المصرية تدخل لواحد المرحلة جديدة. ولكن هنا خاصنا ننتبهوا لواحد النقطة مهمة. كاين بعض الاطراف الاقليميه اللي ما عاجبهاش الحال، كتشوف المغرب كيبني علاقه متوازنه مع الجميع، وفيما كيبان شي تقارب مغربي مع دوله معينه كتبدا هذيك المحاولات ديال التشويش، اما عبر الاعلام اما عبر التحريض غير مباشر او عبر الشكوك. ومن بين هذه الاطراف كيبان في احيان كثيره ان الجزائر للاسف كتصرف بعقليه تعطيل اكثر من عقليه بناء. بدل ما تركز على تطوير المحيط ديالها كتلقاها دائما حاضره في منطق المنافسه السلبيه ومحاوله سد الطريق وخلق اجواء التوتر والتشويش على اي تقارب يمكن ان يخدم استقرار المنطقه المغاربيه. لكن هنا بالضبط كيبان الفرق الكبير. المغرب ما كيشتغلش برد فعل، المغرب كيشتغل بمنطق الدوله. الدبلوماسيه المغربيه ما كتدخلش في المزايدات وما كتخليش راسها دائما تجر الاستفزازات، لانها ببساطه عندها الاليات ديالها وعندها تجربه وعندها نفس طويل وعارفه كيفاش تبني علاقه مزيانه مع الجميع حتى وسط بيئه اقليميه معقده. وهذا الشيء هو سر القوه المغربيه. المغرب ماشي دوله ديال الضجيج وماشي دوله ديال الخطابات الكبيره بلا نتائج. المغرب دوله كتعرف كيفاش تخدم بصمت ولكن بنتائج، وهذا الشيء شفناه في ملف الصحراء، شفناه كذلك في العلاقات مع القوى الكبرى، وشفناه في افريقيا، واليوم كنشوفوه حتى في طريقه تدبير العلاقه مع مصر. المغرب فاهم ان العالم اليوم ما بقاش كيدار بالشعارات ولكن بالمصالح بالمشاريع وبالقدره على الحفاظ على التوازن. لهذا ملي كنشوفوا الرباط والقاهره كيهضروا اليوم على تقويه الشراكه وعلى التنسيق وعلى تطوير المبادلات التجارية وفتح آفاق جديدة في الفلاحة والاستثمار والشباب والرياضة والتكامل الاقتصادي، هنا كيبان لنا أن خاص هذا الشيء تقرا بعيون استراتيجية ماشي بعيون التحريض. صحيح كاين واحد التاريخ معقد في بعض المحطات وكاين تباين أحيانا في بعض المواقف، ولكن الدول اللي كبيرة ما كتمشيش بمنطق الحساسية المؤقتة بل بمنطق المصلحة بعيدة المدى. والمغرب بحكم النضج ديالو السياسي والدبلوماسي كيعرف ان الحفاظ على قنوات التواصل يعني مع الجميع وبناء تفاهمات احسن بكثير من منطق القطيعه الدائمه او الصدام المجاني. وهنا غادي نرجعوا لواحد النقطه اساسيه. الدبلوماسيه المغربيه عندها الاليات ديالها باش كتخلي اي علاقه مع الجميع مزيانه. كيفاش؟ اول حاجه انها تمتاز بالهدوء، ثانيا بعدم السقوط في الاستفزاز، ثالثا بفصل الخلافات الظرفيه عن المصالح الاستراتيجيه، ورابعا بالعمل المؤسساتي ماشي بالعشوائيه، وخامسا بوضوح الرؤيه لان المغرب عارف شنو باغي وفين باغي يوصل. واللي كيحاولوا يفسدوا العلاقات ما بين المغرب ومصر او ما بين المغرب واي شريك اخر خاصهم يفهموا ان المغرب ما بقاش دوله كتاثر بسهوله بالتحريض ولا كتغير التوجهات ديالها بسبب ضوضاء اعلاميه او حملات ظرفيه. المغرب اليوم عنده مكانه وعنده مصداقيه الحمد لله، وعنده شبكه علاقات مبنيه على الاحترام المتبادل، وهذا اللي كيخلي بزاف ديال المحاولات التخريبيه تفشل قبل ما تبدا.
الخلاصه هي ان دابا التقارب المغربي المصري اليوم خاصو يتشاف كفرصه لبناء شراكه اكثر واقعيه واكثر نضجا واكثر فائده للشعبين. اما الاصوات اللي كتحاول تدخل هذاك السم في العسل وتحول اي تقارب الى ازمه، فهي في النهايه ما كتقدم حتى بديل وما كتخدم لا استقرار لا تعاون لا مستقبل. المغرب الحمد لله مستمر اليوم في الخطه ديالو: الهدوء، النديه، الاحترام، وبناء العلاقات مع الجميع وفق منطق المصلحه الوطنيه اولا. وهذا هو الفرق بين دوله كتشتغل واطراف ما زالت عايشه في عقليه العرقله. شكرا على المتابعه، والى عجبكم التحليل ما تنساوش الاعجاب والاشتراك ومشاركه الفيديو، وخليوا لي الراي ديالكم في التعليقات. واش فعلا المغرب كينجح لانه كيعرف يبني العلاقه ديالو بهدوء، بينما الخصوم ديالو لا زالوا اسرى منطق التشويش؟